عايشين في قصر مذهب في مذهب ومسيغ مراته بالذهب، ليه كاريزما وطلق ومعجباته من جين زي، وما بيظهرش إلا بالعبايات، وصاحب أكبر وأشهر محلات لحمة في مصر. حكاية المعلم أبو سعيد اللي قلب السوشيال ميديا، وإزاي بدأ من تحت الصفر، وإزاي مراته وقعت في حبه من أول نظرة، وإزاي غير حياتها 180 درجة. كواليس وأسرار كتير هنعرفها في الفيديو ده. بدأ حياته من تحت الصفر واشتغل كل حاجة ممكن تتخيلها لحد ما الظهر لعب معاه، وبقى من أغنى وأشهر بياعين اللحمة في مصر كلها، وزباينه بقوا من كل حتة. كلامنا هنا عن المعلم أبو سعيد، صاحب أشهر محلات لحمة في طنطا كلها، ورغم إنه ما بيتكلمش في فيديوهاته وما بيقولش ولا كلمة، إلا إن طلته كاريزمته ملهاش مثيل. طلته كاريزمته في الفيديوهات خلته مثال وقدوة لجيل التيك توك، لدرجة إن جين زي ما عندهمش سيرة غير عن أم سعيد وزوجها، وقد إيه هم أحلى كابل، وقد إيه هم أحلى كابل، ونفسهم في واحد شبه المعلم أبو سعيد. المعلم أبو سعيد اشتغل كل حاجة ممكن تتخيلها، كان بياع لحمة لحد ما ربنا كرمه وبقى من أشهر المعلمين في مصر كلها، وبقى اسمه اصلا عباره عن براند. المعلم ابو سعيد حلم حياته يبقى رجل اعمال، وفعلا الظهر لعب معاه، لان الايد الشقيانه كسبانه. فتح محلات السعيد في طنطا، وزباينه بيجوا له من كل حته في مصر. شهر بطلته مع المعلمه ام سعيد اللي بتلبس ذهب في ايديها، وقالت ان زوجها هو سبب الهنا والسعد اللي هما الاتنين فيه. المعلمه ام سعيد كانت شغاله في المحل عند المعلم ابو سعيد، وهو وقع في حبها من اول نظره. هي كمان حبته بسرعه وبقى كل حياتها، واول ما اتجوزوا بتقول انها شافت كل الهنا معاه، وبقوا ايد واحده ومعاه على الحلوه والمره، وكملت معاه في شغل اللحمه لدرجه انها بتاخد البضاعه وبتشتغل في قلب البيت من كتر حبها في الشغل. المعلمه ام سعيد بتساعد زوجها في المحل بتاعهم، مش بتسيبه ابدا. كل مره بيظهر في الفيديو ما بيتكلمش خالص، وده لان شايف ان السكوت لغه العظماء. والمره الوحيده اللي طلع اتكلم فيها وهو بيرد على حد ادعى انه المحل بتاعه بيبيع مجمدات، وان لحمتهم مش اصليه. المعلم غار على شغله طبعا، طلع بنفسه ورد وقال ان محل السعيد من اشهر محلات اللحمه في مصر، وانهم الاصل، واللحمه هي اللي بتتكلم عنهم، ومفيش حد في مصر ما دافعش عنه، وده لان الناس بتحبه فعلا. المعلم ابو سعيد ما بيظهرش الا بالجلابيه البلد حتى في الافراح، وده لان شكلها لايق عليه جدا، وكل البنات هتتجنن عليه وبيحسدوا ام سعيد عليه. وعنده كمان مراته في كفه لوحدها، والناس كلها في كف، بيعشقها، بيعاملها كانها بنته ومراته، كل حاجه كمان، لانها بتشاركه في كل التفاصيل. مش بس كده، هي كمان بتعامله معامله سي السيد حرفيا. في الفالنتاين باست ايده قدام الناس وما بتتكسفش تبين حبها ليه، وما بتقولوش غير المعلم ابو سعيد، وبتهتم بكل تفاصيله. ام سعيد وزوجها عايشين في قصر حرفيا ولا في الاحلام، هو كله مودرن وصالونات مذهبه زي بتاعه معلمين زمان بالظبط. المعلم ابو سعيد هو براند لوحده وملوش في اللف والدوران، شخص بيحب المسؤوليه، بنى نفسه بنفسه، وعنده متابعين كتير جدا بيحبوه وبيستنوا ظهوره مع ام سعيد.